ومعي من أمام مستشفى الحوراني في حما شاهد العيان شريف الخالد. سيد شريف، إلى أين وصلت الأوضاع في حما حتى هذه الساعة؟ سيدتي الكريمة، الأوضاع بحما لا يدري إلا الله عز وجل سبحانه ما الذي يجري. أمام مشفى الحوراني من ذو ساعة تقريبا خرج 10 شهداء، والشهداء ما زالوا في تزايد. الرقم الحقيقي لا أستطيع أن أعطيك إياه لأجل لا أفقد مصداقيتي، لكن دعيني ألخص لك ما الذي جرى اليوم في حما. خرجنا من منطقة السوق حوالي 40,000 متظاهر. يبدو أن الأمن والشبيحة لم يستطيعوا أن يتحملوا هذا العدد، لأنه عادة يخرج من الحاضر أكثر من هذا العدد عادة كل أسبوع. فلما رأوا هذا العدد كانوا بمواجهة المتظاهرين بدون أي سابق إنذار، بدون أي إنسان نراه في الطريق. يعني تقول بأن هذا العدد قد فاجأهم؟ العدد فاجأهم جدا. هذا العدد الهائل خرجنا من كل المساجد. فوق مديرية المالية في حما كان هناك قنص الناس في وجاءت الإصابات في رؤوسهم. الجرحى ما زلنا إلى الآن يصلنا الجرحى. أنا توجهت الآن من عند مشفى الحوراني إلى المركز الطبي لأجل أن أتبرع بالدم. يحتاجون إلى دم أو إيجابي وأو سلبي. الناس في حما كلهم الآن في الشوارع. إما على الأقل أنا أقول لك أن مشفى الحوراني الطوابق الأربعة مليئات يعني ممتلئين بالدماء لدرجة أنهم يحتاجون إلى شاش ويحتاجون إلى قطن. يعني أنت الذي يرى أننا لم نستطيع أن نلتقي مع المتظاهرون من منطقة الحاضر. فاجأونا نحن وهم. جاءت سيارات، الذي هرب من الحاضر قال لنا ما يلي: سيارات من الأمن والشبيحة أطلقوا النار على المتظاهرين بشكل عشوائي، والصفوف الأمامية للمتظاهرين الجميع في الأراضي. أنا لا أستطيع أن أعطيك رقم حقيقي ما الذي يجري في الحاضر في منطقة الحاضر. الأعداد لو قلت لك الآن أنهم 60 لعله بعد دقيقة قالوا لك يوم 67. وهل هو الحال نفسه ما حدث معكم في المظاهرات التي انطلقت من منطقة السوق؟ الذي جرى، أنا أتكلم لك، أنا ذهبت مع المتظاهرين من منطقة السوق. نعم. فاجأونا عند شارع العلمين، وفي تحديدا من عند المالية كان هناك قناصين. ولما توجهنا باتجاه الأسفل كان هناك على المباني الحكومية قناصين، وجعلوا يضربون النار على الناس بشكل عشوائي. إذا إطلاق النار على الناس كان بشكل عشوائي، هكذا تؤكد لنا شريف الخالد. وأنت تقف وتحدثنا من أمام مستشفى الحوراني في حما. تقول بأن الإصابات ما زالت تصلكم. هل لك أن تطلعنا على هل استطعتم الحصول على حصيلة مؤكدة لهذه الإصابات أو القتلى الذين وصلوا هذا المستشفى، مستشفى الحوراني، حتى الساعة؟ لا يستطيع أحد مننا الوصول إلى المستشفى الحوراني. حتى ذهبنا، يعني طلبنا منهم أن نتبرع بالدم فقالوا اذهبوا إلى بنك الدم. لماذا لا تستطيعون إلى هذا المستشفى؟ ماذا يحول أمام وصولكم لهذا المستشفى؟ المتظاهرون يحمون المشفى الآن. هناك آلاف من المتظاهرين بحماية المشفى الآن من عناصر الأمن والشبيحة. لكن ذهبنا لكي نتبرع بالدم. في المركز الطبي قالوا لنا اذهبوا إلى بنك الدم، وفي مشفى الحوراني قالوا اذهبوا إلى بنك الدم. وأنا أتكلم لك شخصيا لا أجرؤ أن أذهب إلى بنك الدم خشية أن يكون هناك عناصر من الأمن والشبيحة يعتقلوننا أو يضربوننا أو يتعرضون لنا بالإيذاء. إذا كانت هناك حاجة ماسة لهذا الدم في المستشفى، لماذا يمنعكم المتظاهرون من الدخول وأنتم جزء منهم؟ الذي مشفى الحوراني قالوا لنا اذهبوا إلى بنك الدم لكي تتبرعوا. لا أدري، الكادر في مشفى الحوراني لا يكفي. يعني كادر الأطباء والممرضين الذين هم متواجدون هناك لا يكفي. طيب، لكن أنتم آتون لتقديم المساعدة وهم في حاجة ماسة لهذه المساعدة. يعني ما زلت لم أفهم لماذا لم الكادر الطبي في المشفى داخل المشفى لا يكفي سيدتي. الكادر الطبي لم يعد يستوعب. البعض يدخل والبعض يقول له اذهب إلى بنك الدم لكي تتبرع. وطبعا هناك صعوبة للوصول إلى بنك الدم، وهناك مخاوف من أن تكون. أنا لم أتجرأ، لا أدري ما الذي يحصل في بنك الدم. لكي أكون صادقا معك، أنا لم أجرأ أن أتوجه إلى بنك الدم لكي أتبرع، خشية كالعادة أن هناك عناصر من الأمن والشبيحة
يتعرضون بالإيذاء ويتعرضون بالضرب والاعتقال لمن يذهب لكي يتبرع بالدم أو يعني يسعف المرضى. طيب الآن وأنا أتكلم معك يا سيدتي، الآن وأنا أتكلم معك في منطقة حاضر الصغير بحماة هناك جرحى لهم أكثر من ساعة لم نستطيع أن نقترب منهم، لم يستطيع أحد أن يقترب منهم خشية أن هناك القناصة وعناصر الأمن لا نستطيع إسعاف الجرحى خوفا منهم. أين هم يعني الآن؟ تقول بأنكم لا تقتربون منهم، هل هم مرميين في الشوارع؟ يعني هل هذا هو المشهد الذي الصغير في منطقة حماة، منطقة حاضر الصغير وما حوله محاطة بالأمن ومحاطة بالقناصات وعناصر الأمن، لا نستطيع أن ندخل إلى تلك المناطق خوفا منهم، ولا نستطيع أن نسعف الجرحى ولا نستطيع أن نصل إليهم. طيب سيد شريف، حدثتنا قبل قليل قلت بأن هناك نقص في الدم وفي فصائل محددة بعينها هي O بلس O إيجابي و O سلبي. نعم سيدتي، O إيجابي و O سلبي. أنا زمرة دمي O إيجابي، لم أستطيع أن أتبرع إلى الآن. كيف علمتم بهذه النواقص؟ يعني هل لا تستطيعون الناس في المشافي يخرج أحد الممرضين من المشافي ويناشد الناس. أنا الآن أركب في سيارتي ومعي قطن ومعي محارم، الناس ما بدأوا صاروا قطعة واحدة، الجميع خرج، إما الذي عنده أشياء يعني كميات من المحارم أو القطن أو الشاش يتبرع بها إلى الناس في السيارات. أنا قذف في سيارتي الآن، أنا قذف في سيارتي كيس مليء بالقطن لكي أذهب إلى المستشفى وأتبرع به. الناس في حماة باتوا قطعة واحدة، الكل مستنفر، الكل يعلم تماما من بات يقتلهم. لم يعد لدينا أي شك أو أي احتمال أن الأمن هو الذي يقتلنا يا سيدتي. الناس في حماة رائحة الدم في كل مكان، رائحة الدم في كل مكان. أنا الآن أمشي في سيارتي وتحديدا أنا الآن خرجت من مشفى الحوراني باتجاه طلعت تسمى طلعت سوق الهال. الآن يشيع شهيد، الآن وأنا معكم يشيع شهيد، والكل ينادي بإسقاط النظام وإسقاط هذه الطغمة الفاسدة المفسدة في الأرض. نعم شكرا لك. إذن شاهد العيان شريف خالد، وقد نقلت لنا الصورة من أمام مستشفى الحوراني في حماة لما يحدث في هذه الساعة.